هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. العربية اللي انقلبت والعربية السليمة اللي هي القطر السليم، وهم واقفين وصورناهم مع حضرتك. فالهوك موجود سليم سواء كان في القطر او في العربية اللي هي المنكوبة او العربية اللي عملت الحادث، وده يؤكد ان العربية الهوكين سلام، يبقى الحادث بفعل فاعل. الحاجة التانية اللي تأكد كلامي ان خرطوم الهواء، ضغط الهواء سواء للعربية اللي عملت الحادثة او لباقي القطار، الخرطومين سلام، مع الرغم ان الخرطوم ده جلد المفروض ما كانش اتفك النحاس بتاعه، لا كان الخرطوم اتقطع. الحاجة التالتة ان كابل الكهرباء اللي موصل العربية اللي اتقلبت بالقطر مقصوص ببنسة كهرباء، وده تالت دليل يأكد ان الفاعل اللي الحادث بفعل فاعل. ان الخرطوم سليم، الجلد كله سليم، ودي العربية الأخيرة اللي هي قبل اللي حصل بيها الحادث، الخرطوم سليم ومفكوك باليد، مفيش أي نتيجة لشده أو كسره أو أي شيء. الهوك الموجود سليم 100%، مفيهوش أي مشكلة، وواضح عليه إن هو اتفك واتحرك من مكانه. تمام. كابلات الكهرباء مقصوصة ببنسة بزرادية. تمام. وده اللي قطعت الكهرباء عن القطار بالداخل. طب ايه الآلية اللي حضرتك ممكن تكون شايفها ان ده حصل بيها؟ يعني ده اتعمل القطر ده حضرتك ولا دي ممكن وهو واقف معطل قبل البدرشين بشويه، وده علمت بيه من بعض شهود العيان ان القطر وقف قبل البدرشين بشويه. ده ممكن يكون كام في المية؟ لا ده نسبة 100% بدليل الخرطوم اللي حضرتك اللي بقول لك ان هو سليم، وده مفكوك باليد. ده يؤكد كلامي ان الخرطوم ده لو مش مفكوك باليد هينقطع من الجزء ده للجزء ده. ده خرطوم كاوتش. تمام. كان المفروض ان هو يتقطع. ولا الخرطوم ده انقطع ولا الخرطوم بتاع العربيه الاخرى انقطع. ده من اللي قلته حضرتك بالنسبه للعربيه اللي ورا، نفس الخرطوم حضرتك قدامك اهو سليم، وده بيأكد ان مفيش اي كسر فيه. ده مفكوك فك فعل يد خفيه فكاه فك. الهوك الرابط ما بين العربيتين، دي العربيه المقلوبه حضرتك والعربيه صورنا اللي هناك، الهوك سليم 100% برضو، وده يؤكد ان حد رافع الهوك باليد، مش نتيجه حادث او اهمال او لا، ده حد عامله بفعل فاعل. تمام. لو هو منزوع من الصحيح كان بقى شكله ازاي؟ لو هو منزوع او نتيجه ان القطر وقع من على السكه، كان الخرطوم ده انقطع من النص، او يبقى قضاء وقدر. ده مش قضاء وقدر، ده حادث مدبر. واللي يأكد كلامي ان ده خرطوم من الكاوتش ما انقطعش، وده يؤكد ان ده مفكوك بيد. وعايزين نعرف مين اليد اللي فكت اليد؟ الخرطوم. ان الكابل دوت رغم ان هو ملفوف بشريط لحام مقصوص ببنسة، والقص جديد باين ان هو مقصوص ببنسة كهرباء، ده تأكيدا ان الفاعل دي بفعل فاعل مش حادث عادي. يعني مش عارفين بعد اللي احنا بنسمعه ده. احنا الاستاذ، هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.